صعب قوي انك تعمل فيلم عن كائنات فضائيه او غزو فضائي وما تتوقعوش. طبيعي اول مشهد هيجي في بالك الصحون الطايره او الاطباق الطايره اللي بنشوفها في كل الافلام القديمه. حتى الفضائيين هتتخيل شكلهم بسهوله جدا، هتتخيل الجسم الرمادي مع العيون السوداء الواسعه ودماغهم الكبيره جدا. هو ده شكل الفضائيين اللي كلنا شفناه في افلام كتير او احنا متعودين عليه. فازاي تعمل فيلم فضائيين يكون فيه نفس المواصفات دي بس يكون مختلف؟ بالظبط كده، هو ده اللي بيتكلم عنه الفيلم ده. الفيلم بيتكلم عن بنت شابة ومنبوذة من كل أهل قريتها، حتى منبوذة من أهلها، وده هنعرف سببه على مدار الفيلم. وفي يوم من الأيام بتلاقي كائنات فضائية معاها في نفس البيت. طب جم منين وقصتهم إيه؟ وليه الشخصية دي بالذات اللي بيطاردوها؟ فكل دي أسئلة الفيلم بيجاوبك عنها. والفيلم ده من إخراج بريان دوفيلد ومن بطولة كاتلين ديفر. ومن اول دقيقه في الفيلم انت هتشوف بنت شابه وجميله بتحب الحرف اليدويه وبتحب تكتب رسائل وعندها هوايات كتير، وحتى بتبعت رسائل لشخص احنا مش عارفين الشخص ده مين، بس انت هتستنتج من اول رساله الشخص ده حصل له ايه. بس الحياه المثاليه دي اكيد وراها حاجه، اكيد البنت دي في وراها قصه محدش يعرفها. واول سؤال هيجي في بالك، ليه البنت دي منبوذه من اهلها وكل قريتها؟ وليه اصلا محدش بيرضى يبص في وشها؟ وايه اللغز في حياه البنت دي؟ السنه دي نزل افلام رعب كتير زي توك تو مي وايفل ديد رايز ونان الجزء الثاني، حتى فيلم سول لسه نازل. فهل الفيلم ده ينافسهم السنه دي من حيث القوه؟ لان الافلام دي يعتبر كلها كانت تحفه، ولا هيكون فيلم عبثي كده بيتكلم عن فضائيين غزوا الارض ولا في قصه ولا في تمثيل ولا في اي حاجه، فيلم تجاري يعني. وعلى فكره معظم الافلام دي عملنا لها مراجعه هنا في القناه، يعني بعد ما تخلص الفيديو خش كده خد لك لفه وهتلاقي كل مراجعات الافلام دي. الفيلم ده رعب مختلف شويه، يعني مثلا مش هتلاقي حوارات كتير في الفيلم، لا حوارات كتير ايه، انت مش هتلاقي حوارات اصلا في الفيلم. الفيلم كله يعتبر فيلم صامت، يعني لو جمعت كل الكلام في الفيلم مش هيجي 10 دقايق. حتى الخضات والجامب سكير اللي في الفيلم يعتبر مش موجود، 4-5 مشاهد خضه وخلاص الموضوع انتهى على كده. الفيلم الرعب بتاعه معتمد شويه على الساوند افكت والاصوات بتاعت الكائنات الفضائيه ورحله هروب البنت من الكائنات دي. وبالنسبه للصوت والساوند افكت هو كان اسطوري في الفيلم ده. اظن اكتر حاجه بيميزها الفيلم ده هو الصوت والصوتيات والساوند افكت عموما، وهو ده تقريبا المختلف عن افلام الرعب السنه دي. الصوت في الفيلم ده فعلا كان خرافي، والفيلم ده بيطرح شويه اسئله محدش جاوب عنها، واظنه فتح الباب في اخر الفيلم لجزء تاني ممكن بقى يرد على الاسئله دي. يعني مثلا اشمعنى بطارتنا اللي الفضائيين كان بيطاردوهم كده؟ وايه القوه الخارقه اللي عند الفضائيين دي؟ ده فضائيين ولا سوبر هيرو؟ يعملوا الباب كده يتخلع، يعملوا مش عارف، بيتحكموا في كل حاجه حواليهم. فانا ما اعرفش كان في فضائيين قبل كده مثلا في افلام قديمه كانوا سوبر هيروز يعني؟ ما اعرفش، حاجه غريبه بالنسبه لي شويه. بس كل الاسئله دي عمرها ما هتيجي في دماغك على مدار الفيلم. انت عايز تعرف ايه حكايه البنت دي وليه الفضائيين مستقصدينها كده. اظن الفيلم ده اداك اللي انت عايزه، تجربه بصريه مبهره، تجربه صوتيه مبهره، وحماس على مدار الفيلم. يعني اداك شويه رعب على شويه خيال علمي مش هتشوفهم في اي فيلم السنه دي. الفيلم اللي اصلا مدته ساعه ونص، يعني وانت بتاكل السناكس بتاعك هيكون خلص، بس حرفيا طول الساعه ونص دول انت قاعد متوتر مش عارف تعمل ايه. وبالنسبه للتمثيل اقدر اقول ان كاتلين ديفر عملت دور حلو جدا، حركه خفيفه كده مش هتحس انها تقيله في المشاهد، لا حركه خفيفه وبتتعامل حلو جدا مع الفضائيين، والتحدي اللي كان بينها وبين الفضائيين كان حلو جدا. مش هتحس ان في تقل كده في المشاهد، ادائها سلس وهتستمتع بيه ومش هتحس باي ملل عموما. الاخراج والسيناريو كانوا حلوين جدا وتحس ان هما بيكملوا بعض، يعني تسلسلات الفيلم اخراجيا وكتابيا مش هتحس فيهم باي مشاكل. وكمان بالنسبه للكائنات الفضائيه، الافلام العاديه او افلام الرعب العاديه انت بتشوف الكائنات الفضائيه كلها شكل واحد. المختلف في الفيلم ده انك بتشوف انواع كتير من الكائنات الفضائيه، فتنوع شكل الفضائيين ده كان حلو جدا، عجبني انا شخصيا بصراحه. فيلم نو وان ويلز فيو بالنسبه لي فيلم حلو جدا السنه دي، او فيلم رعب يستاهل انك تشوفه السنه دي. يعني رعب على شويه دراما على شويه مشاعر انسانيه كده هتحس بيها على مدار الفيلم، وكمان شويه جامب سكير هم مش كتير بس اول ما بيطلعوا بيبقوا حلوين جدا. وده كل كلامنا عن فيلم نو وان ويلز فيو. ولو شفت الفيلم ده قول لي رايك في الكومنتات، وقول لي احسن فيلم رعب شفته السنه دي في 2023. وبس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك سبسكرايب. ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكربشن. وسلام. انت قاعد لحد اخر الفيديو، انت كده متجامدين جدا، بس نسيت تعمل لايك. انا بقول لك انت نسيت تعمل اللايك ونسيت تعمل السبسكرايب، لان 50% مش مشتركين. طب انت وصلت لحد هنا، اعمل سبسكرايب، اعمل سبسكرايب وابعت الفيديو لصاحبك وقول له عايزين نتفرج على الفيلم ده مع بعض. وبس كده، سلام.